ازيكم؟ طبعا من اكتر المشروبات اللي حلوه جدا وبتطري على قلبنا في رمضان الخروب. هنعمل النهارده الخروب وهقول لكم على سر اللون بتاعه زي اللي بنشتريه من المحلات بره، بس هنعمله اضمن. معاكم اسماء. لو اول مره تشوفيني انزلي تحت واعملي لايك واشتركي في القناه. عندي هنا الخروب بتاعنا، طبعا دي كوبايه ونص من الخروب. طبعا لما تيجي تنقي الخروب تجيبي الحبايه تكون البني فاتحه، ما تجيبيش الحبايه تبقى غامقه معاكي. بعد كده هتحطيهم في حله، وبعد كده هنحط زيهم بالظبط كوباية ونص من السكر. طبعا كل ما تضاعف الكمية هتضاعف السكر براحتك. هنحطهم على النار وهنسيب السكر لحد ما يتكرمل معانا. هتسيبيهم اهم حاجة على نار تبقى هادية معاكي علشان السكر ما يتحرقش، وما تقلبوش كتير. اول ما يتكرمل معاكي ويغير اللون، شايفين بالشكل ده، اهم حاجة تبقى النار معاكي متوسطة. عايزين السكر بتاعنا ياخد لون كده حلو. ده طبعا ده سر المحلات في اللون بتاع الخروب، اللون الاسود. هتسيبيه كده يتكرمل معاكي وتقلبيه كده بالراحة. هنسيب طبعا السكر لحد ما يدوب معانا كويس. بين كل فترة وفترة كده تقلبيه بالمعلقة تكون خشب معاكي. شايفين السكر ابتدى يتكرمل معانا ويسيح. طبعا هنسيبه شوية كده لحد ما السكر يبقى لونه كده ذهبي غامق معانا، يتكرمل كده براحته. واهم حاجة زي ما اتفقنا تبقى النار بتاعتك متوسطة، ما تبقاش نار عالية عشان ما تحرقش بسرعة معاكي. شايفين كده خلاص. طبعا السكر عامل معانا تكرمل. هنحط حوالي لتر من المية، تكون المية مغلية معاكي. هتزوديه بالشكل ده وتقلبيه لحد ما السكر كده يفك معاكي كده. تمام. حطينا طبعا لتر من المية المغلية. هتسيبيه طبعا على نار تبقى هادية معاكي خالص لمدة نص ساعة. تقلبيه كده كويس. اهم حاجة لو في سكر من تحت كده ماسك نفسه تقلبيه بالمعلقة وتفكيه من بعضه. شايفين؟ هتسيبيه كده على نار متوسطة زي ما اتفقنا، يقعد معاكي نص ساعة. وبعد نص ساعة بالظبط هتلاقيه استوى معاكي وبقى جاهز كده. تمام. شايفين طبعا المية قلت معايا خلاص. كده هنرفعه من على النار. وبعد كده طبعا هنجيب هنا مصفى تكون ضيقة معاكي، وهنصفي الخروب بتاعنا. طبعا وهو سخنة كده هنصفيه على طول كده. تمام كده. تمام جاهز معانا. وبعد كده الحباية الخروب دي هنزود عليها كده مية تكون ساقعة معانا، يعني كده حوالي لتر من المية الساقعة. وهتسيبيه كده وبعد كده هنصفيه على طول. تديله كده تقليبة كده حلوة لحد ما ينزل العصارة بتاعته واللون بتاعه. وبعد كده هنجيب المصفى اللي احنا صفينا بيها قبل كده وهنصفي العصير الخروب. وبكده تمام. طبعا بيبقى جاهز معانا، يعني كوباية ونص من الخروب عملوا لك 2 لتر من الخروب. طبعا اضمن من اللي احنا بنشربه من بره، وحاجة كده حلوة جدا. بعد كده طبعا هنحطه في ازاز وهنشوفه مع بعض. شايفين اللون بتاعه حلو ازاي؟ وبجد يعني طعمه تحفة جدا. عبيناه كده في ازايز يبقى جاهز معاكي في التلاجة على طول للشرب كده. تمام. بعد كده طبعا لو احنا حابين كمان تشيليه في الفريزر تعملي قبليها، هتجيبي هنا اكياس التلاجة. وبعد كده هتفضي على طول الازايز طبعا على حسب افراد اسرتك، يعني تحسبيها بالكوباية. هتحطيها في الكيس بالشكل ده وتقفلي عليها كويس اهم حاجة. وهتحطيه طبعا في الفريزر وهتطلعيه طبعا قبليها كده بنص ساعة هتلاقيه فك معاكي. وبقى حلو جدا كده. تمام. طبعا جاهز معانا. اتمنى يا رب الفيديو يكون استفدتم منه وعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتتابعوني على صفحتي على الفيسبوك وكمان التيك توك وكواي والانستجرام باسم اسماء ابو الخير. اشوفكم على خير. يلا باي.